البلطة الغليظة والشظايا البسيطة. لا لا، دي مش تعويذ، دي أسماء بعض الآلات اللي استخدمها الإنسان في العصر الحجري السفلي. هنعرف قصتها ولكن بعد التتر. أهلا بيك في بيت الحياة البرعنخ. البلطة الغليظة من أهم الآلات اللي استعملها الإنسان زمان، والآلة دي كان في منها الشكل البيضاوي والشكل المثلث، وبتكون شفراتها حادة جدا، بجانب إن المحارب زمان في العصر ده كان بالنسبة له الأداة دي أداة خطر أثناء الحروب. كمان كان في نوع تاني من الآلة دي كان ليه استخدام تاني، لكن مش حابب أذكر استخدامه. لو عايز تعرف، هي كانت بتستخدم لسلخ الجلود من حديتها. أما عن الشظايا البسيطة فكانوا بياخدوها من بقايا قطع الزران، وشكل الشظايا دي كانت بتتكسر لقطع، وكل قطعة بيكون في نهايتها بروز مستديرة، والبروز دي كانت علامة مميزة للمصنع اللي اتصنعت فيه، وده اللي مميزها عن شكل الشظايا الطبيعية. وكانت الشظايا دي ليها حد قاطع، لدرجة إنها أحيانا كانوا بيستخدموها بدل السكاكين. ولحد هنا تكون خلصت حلقتنا وكلامنا عن الآلات اللي كان بيستعملها الإنسان زمان. انتظرونا الحلقة اللي جاية واللي فيها هنتكلم عن أخلاق الإنسان في العصر ده. بس كده، لو استفدت متنساش تشترك.